انا متأكدة اللي انا عملته في الاكلة دي محدش عملها قبل كده. انا واثقة ان انا بس اللي عملتها. هنعمل المبكبكة بطريقتين، الطريقة المعتادة وبطريقة مختلفة شوية فيها تكة كده. هنشوف انه الاطعم، وللأمانة في اخر الفيديو هقول لكم انه احلى. اهلا بيكم في قناتي المتواضعه طبخه وشنطه مع هبه. يا رب قناه تكون خفيفه على قلوبكم، وما تحرمش من الكومنتات ولا اللايكات بتاعتكم. خليكم معايا لاخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك معايا ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واللي لسه ما تابعنيش على صفحه طبخه وشنطه، اتمنى ويشرفني انه يتابعني ولايك وشير كتير عشان فيديوهاتي توصل لاكبر عدد ونستفيد من بعض. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة أنا معايا حلة على النار فيها مادة دهنية، زيت على سمنة أو على زبدة، وهنزل عليها ببصلاية متوسطة الحجم. أنا حاطة بصلاية من اللي أنا مخزناها، معلقة بمعدل بصلاية متوسطة الحجم. لو ما عندكيش طبعا البصل الخزين ده، انت تخرطي بصلاية على ايديكي او في الكبة وتنزلي بيها في المادة الدهنية دي وتديها تشويحة لحد ما تدبل. انا اوريدي البصل عندي دبلان. اول ما خلاص اديته تشويحة كده على النار وفك من بعضه، هنزل عليه من 4 ل5 فصوص توم مفروم، واديها تشويحة بدون ما يغير اي لون، يا دوبك ريحتها تطلع. بعد كده هنزل عليها بالفراخ بتاعتنا اللي هتشوفوها دلوقتي. انا غسلاها، كنت نقعها كويس قوي في ملح وليمون ودقيق، ومقطعاها قطع صغيره، ونزلت بيها على البصل بالثوم. القطعه دي هديها تشويحه، موضوع سهل خالص مفيهوش اي حاجه. اشوح بقى الفراخ بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تاخد لون من الجنبين. اسهل أكلة الحلة الواحدة، ولا مواعين كتير بقى ولا أي حاجة. بس أنا عشان خاطر أوريكم اختلاف كده بسيط ونشوف أنه الأطعم، هعملها في حلتين. خليكم معايا وهتشوفوا أنا هنعمل إيه مع بعض. تمام، أنا كده بشوح الفراخ بتاعتي لحد ما كلها تغير لون. ومعايا هوريكم دلوقتي طماطم أنا ضربها في الخلاط ومصفياها بعد ما الفراخ بتاعتنا تتشوح كويس جدا ولونها يتغير كده. مفيش اسهل من كده. هنزل بالطماطم بتاعتنا تمام كده، واديها تقليبه حلوه. انزل عليها بقى بنص معلقه هريسه شطه، هريسه شطه مش فلفل. تمام، ومعلقه صلصه برضو من المتخزنه عندي. ما عندكوش معلقه صلصه من المعلبه مفيش مشكله. وقرن فلفل انا مقطعاه 4 كده زي ما انتوا شايفين، وهرميه ممكن فلفل او قرن شطه حامي. انزل بالبهارات بتاعتنا بقى، ملح، بهارات فراخ، وبابريكا. بس هي دي بهاراتنا، مش هنحط اي حاجة تاني. واقلب كويس قوي. وبعد ما الفراخ دخلت في سوا تقريبا كامل، قسمت الخليط في حلتين. وعندي مكرونة انا حمرتها، هنجرب البكبكة بالمكرونة المتحمرة وبالمعتادة اللي هي بدون تحمير خالص زي ما انتوا شايفين كده. هنزل واديها تقليبة في الصلصة اللي هي اتسبكت مع الفراخ والفراخ استوت في قلبها، وهضيف عليهم مية سخنة يا دوبك تغطيها للمكرونة اللي هي فيها متحمرة والمكرونة العادية بدون تحمير. ادي تقليبة لدي وتقليبة لدي، واغطي الحلتين كويس جدا. مية سخنة يا جماعة. تمام كده، وارجع لها كمان شوية. هوريكم انها اول ما تبقبق كده معانا او تغلي، ابتدي اوطي عليها خالص هي والحلة التانية، واغطي اسيبها تستوي براحتها. ونفس الكلام للحلة التانية. كده الحلة خلاص استوت معانا. اوريها لكم بقى من قريب. ما شاء الله فرفرة وجميلة وتحفة، شكلها بيتكلم عن نفسه. تحفة ما شاء الله، فعلا كانت تجنن. وهنشوف الحلة التانية برضو مع بعض اللي هي بالمكرونة بدون تحمير، برضو استوت معانا حلوة قوي. انا كنت حطيت قرن فلفل سليم كده هناك،
حامي شوية عشان انا عندي الاولاد عندي بيحبوا الحاجة الحراقة. ودي المكرونة بتاعتنا برضو اللي بدون تحمير استوت. هنغرف الحلتين مع بعض وهندوق مع بعض واقول لكم بالامانة انهي اطعم. صوصها ده تحفة ومفرفرة كده في نفسها. نفس الحكاية التانية برضو، ريحة المكرونة بالفراخ تجنن. طبعا احنا عارفين ان ممكن نعملها باللحمة او بالكفتة زي ما احنا عايزين. بصوا بقى، عايزة اقول لكم للأمانة الطبقين اروع من بعض. دي لها طعم ودي لها طعم، بس المتحمرة كده تحسها غنية قوي وليها نكهة كده جديدة قوي عن المبكبكة العادية، تجنن. الاتنين اروع من بعض. يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.